ما عندي غير الضمان الاجتماعي 800 ريال، ما عندي غيره أي شيء. طيب أنت يا بنتي الآن عندك الضمان وأمك عندها الضمان كذا ولا لا؟ يمنية. ها؟ أمي يمنية. أمك يمنية. ما عندها جنسية. ما عندها. أبوك؟ ما عندي أخوان، ما عندي أهل. توفي. أي. ما عندي أحد. قدمت على الإسكان الخيري ما أعطوني سكن. لا شوفي الجمعية الخيرية قدمت على الجمعيات ما أعطوني شيء. اي طيب ما تعلمتي وانا ابوك عمرك 30 سنة ما درستي؟ درست، عندي الشهادة الثانوية. اي. ما عندي أحد، فأنا من خلال المكان ده أرفع صوتي لخادم الحرمين الشريفين والولي العهد بأنهم يقدموا لي يد المساعدة. ما عندي فلوس عشان أبني لي بيت أو إني أستأجر. طيب شكرا يا نادية، بارك الله فيك. الله يا نادية يأتي لك برزق، لكن كثير من الناس وانا ابوك ما عندهم بيوت، وكثير من الناس ما عندهم يعني فالناس هذا المفروض يحطوا له يلقح نخل. والله العظيم اني لا ادري ان في شعب الامارات ناس الحين ساكنين بالاجار الين يدني مكاتبهم وطلباتهم. الله يطول في ابو ظبي ومن دبي ومن الشارجه ومن راس الخيل فيه ناس ساكنين بالاجار. كيف هذا يسكنون بالاجار؟ كيف يحق للحاكم انه يخلي مواطن يسكن بالاجار؟